في بعض الاوقات لغه الارقام دي بتبقى مهمه جدا وبتكشف لنا حاجات احنا ما احناش فاهمينها. في حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، هستاذنك من فضلك بعد اذنك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، وبراحتك عاوز تعمل ما تعملش، اهم حاجه عندي انك تصلي على النبي وتكتبها في الكومنتات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، فصلوا عليه. اكتبها في الكومنتات عشان لو انت ناخد حسنات. تعال بقى نتكلم في لغه الارقام. بص يا سيدي، لغه الارقام دي ساعات بتبين لنا حاجات احنا ما احناش شايفينها، وعامه انا من كارهي لغه الارقام، ما بحبهاش لان هي ساعات بتعلي العيب وتوطي العيب، لكن في بعض الحاجات لغه الارقام بتكشفها حتى لو احنا مش مقتنعين بيها. فالنهارده لو جبت 100 زملكاوي قلت لهم يا جماعه ايه رايكم في استمرار شيكو بنزا لاعب نادي الزمالك، 80 واحد من ال100 دول هياكدوا ان هم مش عاوزين شيكو بنزا ويمشي في اول انتقالات ان شاء الله كل الانتقالات الشتويه الجايه، و20 بس منهم هيقول لك لا نديله فرصه ويكمل معانا. تعال نتكلم في بعض الحاجات. طب انا لو قلت لك كراجل زملكاوي هجيب لك اشرف بن شرقي مكان شيكو بنزا، او اقول لك هجيب لك محمود حسن تريزيجيه راجل لعب في قاسم باشا في الدوري التركي ولعب مش عارف مين وراح استون فيلا وقدم اداء كويس وابدله لك بشيكو بنزا، انت رايك كزملكاوي هيكون ايه؟ اعتقد ان ال100 واحد من ال100 دول هياكدوا ان هم هيعوزوا بن شرقي على حساب او تريزيجيه وبن شرقي على حساب شيكو بنزا. فتعال نبص للغه الارقام اللي ما حدش حاطط عينه عليها قوي. لو جيت تقيم اداء تجربه اشرف بن شرقي اللاعب المغربي اللي بيلعب في صفوف النادي الاهلي وتشوفه لعب كام ماتش، هو 25 مباراه لعبها النجم المغربي اشرف بن شرقي داخل جدران النادي الاهلي، سجل خلالهم قد ايه؟ سجل خلالهم 3 اهداف بس. تعال نتكلم في النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه اللي لعب وشارك مع الاهلي في 7 لقاءات ما سجلش فيهم ولا هدف. تعال نتكلم مين احسن في لغه الارقام؟ شيكو بنزا احسن في لغه الارقام. تعال اقول لك وجهه نظري، انا بقول لك نستنى ونصبر شويه مش كبيره على شيكو بنزا وبعد كده نقيم الموهبه بتاعته، لكن تعال نتكلم في حته مهمه جدا. شيكو بنزا مميزاته بتظهر امتى؟ الراجل مميزاته بتظهر وبتبان خطورته جدا لما بيلعب في المركز او يعني رقم اقول لك ازاي 9.5، اللاعب اللي هو مش مهاجم ومش جناح، الراجل بيبان خطوط قوي لما بيخش منطقه ال 18 بيبان خطوطه، والزمالك جايبه على نفس المنوال اللي بكلمك فيه ده. الراجل خطوط الزمالك بيبان لما بيخش منطقه ال 18 بيلعب كمهاجم تاني حتى لو اتلعبوا جنب عدي الدبابه. فبالنسبه لي رايي الفتره دي ان يتم تغيير طريقه اللعب من 4-2-3-1 الى 4-4-2 وتلعب بشيكو بنزا مهاجم تاني بينزل يساعد الوينج الشمال وراجل يعمل لك كثافه هجوميه. فبالنسبه لي انا يعني يا فيريرا غير طريقه اللعب. تعال نتكلم بقى وسيبك من شيكو بنزا وتعال نتكلم شويه في حته الدفاع. طبعا في مباراه وادي دجله اللي فات اللي ظهرت فيها يعني رعونه كبيره جدا من لعيبه الزمالك وحصل رعونه كبيره جدا من محمود حمدي الونش المدافع، النهارده بقى جات لك فرصه ذهبيه، فرصه ما بتجيش كتير، ان انت النهارده يتم الدفع بواحد من الاثنين، صلاح الدين مصدق او محمد اسماعيل في مركز المدافع. تعال نسمع رايي انا بقى، انا اركن حسام عبد المجيد واركن الونش بسبب الرعونه الكبيره اللي حصلت في ماتش وادي دجله وضيعت منك اهم 3 نقاط الموسم ده لحد اللحظه اللي لك فيها ده، اهم 3 نقاط ضاعوا منك بسبب رعونه بعض لعيبه الزمالك اهمهم الونش وحسام المجيد. فبالنسبه لي يتم الدفع بصلاح الدين مصدق اللاعب المغربي والعب كمان جنبيه محمد اسماعيل. طب ليه بقول كده؟ لان سيبك من الرعونه اللي حصلت كمان، الاثنين دول اكتر 2 مدافعين موجودين داخل جدران النادي بيعرفوا يطلعوا بالكوره لقدام، هيدوك اريحيه في طريقه اللعب اللي بيلعبها هنيك فيرا، وكمان لعيبه مميزه في الطلوع بالكوره. فبالنسبه لي فرصه ذهبيه ان انت تستغل الثنائي دول وتعرف، ودي حته كبيره جدا هيفهمها الزملكاويه، ان حسام عبد المجيد والونش ان انت عندك 2 مدافعين سوبر بره، فعشان تحافظ على مركزك تلعب برجوله. انا بقى مش عاوز لعب الهفاءات اللي لعبناه قدام وادي دجله، فبالنسبه لي انك تطلع بالكوره وتبني الهجمه في 2 مدافعين مميزين من ضمنهم 2 كان بيحاولوا يلعبوا كمان ديفندرات في نص الملعب. فبالنسبه لي لازم ولابد يتم الاستغلال في الفرصه دي ويلعبوا الاثنين احسن من حسام المجيد والونش الفتره دي بالذات. تعالى بقى اوجه رساله ليانيك فيريرا. بص يا سيدي، سألني عن رأيي اقول لك بص يا سيدي، انت عندك مدرب كويس، مدرب بيحاول يطبق فكره، لكن الراجل ده لو عمل الطبيعي الزمالك هيكسب كل البطولات. انا بقول لك بمنتهى الامانه وتعالى نتكلم واحده واحده. انت لو عملت الطبيعي هتكسب وهتقدم اداء كويس جدا. بمعنى ايه؟ انت عندك لاعب زي عبد الحميد معالي، وانت عندك النهارده ناصر ماهر اداؤه متذبذب، ماتش فوق في السماء وماتش تحت في الارض. فانت تعمل ايه؟ ما جربتش حتى انك تلعب بعبد الحميد معالي ده مكان
ناصر ماهر. طب بلاش، انت النهارده عندك لاعب برازيلي حكايه اسمه خوان الفينا بيزاريا. حلو، انت النهارده الطبيعي مين البديل بتاعه في بلد الزمالك؟ هو اسمه ايه بتاع، نسال اسمه والله العظيم انا بنسى، هو عبد الحميد معالي. فانت النهارده ما بتعملش طبيعي وبتستغل موهبه بتدمرها زي عبد الحميد معالي، فالطبيعي ان الراجل ده يكون موجود بديل لبازاريا او خوان الفينا، تمام، ويكون حتى بديل ناصر ماهر في مركز 10. فانت النهارده يا نيك يا فيرا ما بتعملش طبيعي. فاسالني عن رايي، انا مع استمراره ولا رحيله؟ حاليا انا مع رحيله، الا ودي اداء استثناء وحاصل، الا لو عمل الطبيعي. اعمل الطبيعي تكسب. في من الناس اللي هم على السوشيال ميديا بيطالبوا باستمرار المدرب، انا مش مع الفكر قوي، لان الراجل ده لو كان بيطبق الطبيعي كنا كسبنا. فالنهارده الراجل عنده يعني فكر بيحاول يطبقه مش جاي مع الزمالك. الطبيعي لو انت عندك مدير فني يعني بيسموه داهيه، انت عايز مدير فني داهيه، انت عايز مدير فني عالمي، عايز مدير فني عنده على خبره الماتشات. لان الاهلي على الناحيه الثانيه مع كل المشاكل اللي بتحصل داخل جدران النادي الاهلي في حته مهمه جدا، هو جه عند نقطه وقف قال بس المدير الفني ده مش هيديلي جديد، انا همشيه. انا قلتها لك وحته مع طرف المعلقه زي ما بيقولوا، الاهلي من زمان وقلتها لك قبل كده والحمد لله من اوائل الناس اللي اتكلمت فيها، الاهلي عينه هتنفقع على جوزيه جوميز اللي موقف الدنيا. وقلت لك من زمان هو الشرط الجزائي، الاهلي لو جاب جوزيه جوميز وجوزيه جوميز طبق نفس الفكر اللي كان بيطبقه مع الزمالك هيلاقي حسن النجيله اللي كان. خلينا نتكلم بما يرضي الله، جوزيه جوميز من اهم المدربين اللي دخلوا نادي الزمالك، لكن الماديات حاله دون استمرار. ورساله لجون ادوارد، انت عملت كل حاجه لصالح نادي الزمالك، ما تجيش في فتره ده فيها مشكله. انا اسف الاول عندي برضه والله مصدع والدنيا بايظه معايا خالص، فسامحني يعني لو الدنيا مش مظبطه. فرساله لجون ادوارد، تعال نتكلم ده كلامنا. فرساله لجون ادوارد، انت النهارده لو جازفت بمشروعك الكبير ده في استمرار المدرب محدش هيحاسب على المشاريب الا انت. فبالنسبه لي فتره التوقف الدولي الاسبوعين دول تقدر تجيب فيهم مدير فني اجنبي جديد، لكن المعلومه اللي عندي من داخل مجلس الاداره ان الزمالك وجون ادوارد المدير الرياضي مصر على استمرار يانيك فيرا. خلينا نشوف الفتره الجايه هيحصل فيها ايه. لكن اللي مزعلني ان انت ما بتعملش الطبيعي. بمعنى ايه ما بتعملش الطبيعي؟ انت النهارده مقتنع بحاجات غريبه جدا. ليه عبد الحليم معالي بره مش في القايمه خالص؟ حلو. طب انت النهارده شفت الاداء الخزعبلي اللي عمله محمد السيد لما نزلته في الاداء الدفاعي؟ ما عملش اي حاجه. فانت النهارده الطبيعي ان انت تجهز مركز 6 ديفندر زي احمد ربيع زي محمود جهاد، تجهزهم لا محاله عشان خاطر هم يسندوك قدام. فكره خروج احمد شريف مره وعمرو ناصر مره ورجوع مش عارف مين مره ودخل احمد حمدي مره، لا خرجه تاني، لا حط نبيل معالي بديل، لا تحط صلاح الدين مصدق في ديفندر، لا رجع لي تاني، لا حط نبيل عماد دونجا ديفندر، لا رجع لي تاني. انت النهارده ما بتعملش طبيعي. فانا عاوز رايك كزملكاوي، هل انت مع استمرار يانيك فيرا ام رحيله؟ خصوصا ان انا زعلان من حته ان انت يبقى عندك لاعب زي سيف جعفر ومقتنع بيه وبتنزله وما عندكش اقتناع تام بعبد الحميد معالي الموهبه المغربيه. خلينا نشوف الفتره الجايه يحصل فيها ايه. لكن انا بطبيعه الحال محتاج منك انك تعلق لي بالذات في الفيديو ده وتقول لي رايك في الكومنتات، لان الفيديو ده مهم جدا على اقل شيء بالنسبه لي. فهطلب منك في النهايه انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الكلام ما عجبكش قول لي في الكومنتات ورايك محترم، واشوف حلقه جديده والسلام.